كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي. اتفضلي يا يارا، اتفضلي يا بالست البنات. استنى بس البس السماعه. ما هو انت لو بتلتفتي لشغلك ومهنتك كان برنامج في حته تانية، كان زمانه في حته تانية. طيب موضوعنا نبتدي بموضوع على طول. يلا بينا. طبعا احنا كلنا عندنا الناس القريبه اللي في حياتنا وعندنا دايرتنا القريبه، ولكن دايما بيكون في الشخص اللي هو بيكون صندوقك الاسود. يعني بص، يعني بعيدا عن هو ايه الصندوق الاسود في الحقيقه وايه هو في الطياره. صح؟ انت عارف ان هو اصلا مش اسود؟ لا ماشي. تقريبا لونه احمر. مهم يعني. بس طبعا كلنا عندنا اسرار، حاجات مش بنحكيها لاي حد، واغلبنا مش بيقدر يشيل كل ده لوحده. دايما بيبقى في حد اللي هو قريب منك، اللي انت بتقعد تاخد وتدي معاه، تتكلم معاه وتفضفض معاه كده، ماشي. ومتاكد وعارف ان الكلام ده مش هيخرج براكو. فانت بقى هل عندك اكتر من صندوق اسود؟ يعني عندك كذا حد اللي هو بتتكلم معاه، ولا مثلا انت عندك فلان ده بتحكي له نوعيه معينه من المواضيع وده كده يعني؟ وعلى اساس ايه بتبقى هو ده الشخص اللي انا؟ اتنين هم عندي اتنين كاتمين الاسرار. بس ما عنديش غير. طب في مواصفات معينه على اساسها تختار هذا الشخص؟ عشره ونفس طريقه والله التفكير. على فكره عايزه اقول لك حاجه، عشره وطريقه التفكير متقاربه جدا. ماشي، بس ساعات الموضوع العشره ده مش يعني هو الاساس. في ناس ممكن يا مروان تيجي في حياتك متاخر شويه وما تكونش بقالها كتير قوي في حياتك، بس تبقوا قريبين جدا من بعض، اقرب من ناس بقالها في حياتك فوق ال10 سنين. انا عارف ان انت تقصديني يا يارا، بس اولا انت في حياتي لك اكتر من 10 سنين وانا زهقت. يعني طريقه التفكير كمان بتحكم، يعني أوكي. مش العشره بس، طريقه التفكير ان انت لما هتحكي مع الشخص ده هتبقى عارفه انه فاهم، حتى لو اللي بتحكيه ده غلط او ما ينفعش. ما فيش جادجمنت. لا يعني هو فاهم انا بتكلم في ايه. طب هل بيبقى في مثلا صندوقك الاسود بتاع الشغل، صندوقك الاسود بتاع حاجات العيله، بتاعت الاصحاب كده؟ لا التقسيمات دي مش موجوده. هما الاثنين دول انا بتكلم معاهم في اي حاجه وكل حاجه. اوكي. مش طول الوقت يعني، مش كل يوم بروح بتقرير يعني. ايوه يا محمد. الو بص يا سالم، عايز افهم يعني. لا، هل اختلفوا على مدار مثلا 20 سنه اللي فاتوا خالص؟ ولا هم نفس وده شيء مطمئن يعني. ده شيء حاجه كويسه ان انا طول الوقت مطمن انه ماي بارتنر ان كرايم. بارتنر. طب خليني اقول لك حاجه كده، ليه بنحتاج الصندوق الاسود؟ اوكي، طبعا البني ادمين بطبيعتهم بيبقوا دايما محتاجين حد يسمعهم، لان فكره ان انت تقعد تكتم حاجات او اسرار جواك ممكن يزود نشاط مناطق القلق في مخنا، وده احيانا بيترجم او بيطلع علينا بشكل ارهاق نفسي وجسدي. عشان كده بقى علماء النفس بيقولوا ان الافصاح العاطفي او التنفيس، يعني ان انت تروح تحكي وتتكلم مع حد، من اكتر الحاجات اللي بتعمل لك صيانه نفسيه وبتاخد يعني وبتخلي نفسيتك فضفضه، احسن. اللي هي الفضفضه. لازم كل فتره تطلعي، يعني ما ينفعش الواحد يفضل كاتم كل في نفسه. بالظبط كده، فدي اهمها. انت عندك صناديق سودا كتير ولا لا مش كتير، بس في كذا حد يعني. كذا حد مقسماهم برضو زي ما انت كنت بتساليني كده يعني؟ مش مقسمه، لا، بس في ناس ببقى عارفه تفهمهم لموقف او مع حاجه معينه هيبقى اكتر من حد تاني. وحد تاني انا فاهمه ان هو هيبقى وجهه نظره، او لما يسمع يقدر يديني فيدباك اكتر من حد تاني في حاجه معينه. فاهم قصدي ايه؟ مش حاجه بس بحكم اللايف ستايل، التفكير، الاكسبيرينس بتاعهم في الحياه يعني. فاهم قصدي ايه؟ بس عندي كذا حد وعلى فكره وممكن حد يكون من الناس دي، يكون جه مؤخرا، مش بالضروره تعرفيه من سنين كتير. فاكتشفت ده يعني في الكام سنه اللي فاتت، انه موضوع ان حد ان انت تثق فيه او يبقى في صندوقك الاسود مش بس بحكم العشره او بحكم السنين اللي تعرفوا بعض فيها. بس لا تمام. طيب انا هقول دراسه سريعه على موضوع ان انت يبقى عندك اكتر من صندوق اسود. هل لازم الصندوق الاسود يبقى شخص واحد بس، ولا ممكن نوزع اسرارنا؟ لما بنقول كلمه كاتم اسرارك، اول حاجه تيجي في دماغنا ان في شخص واحد بس، يعني بدل ما اسرارك كلها تبقى عند شخص واحد بتقسمها بين اكتر من حد. واحد تحكي له عن شغلك، واحد تحكي له عن علاقاتك، واحد عن مخاوفك اللي محدش يعرفها. بس هل الفكره دي امنه اكتر ولا بتزود المخاطر؟ في مقاله اسمها اتنشرت في
اسمها Exposing the Hidden World of Secrets، ودي اتنشرت في جمعية علم النفس الأمريكية في سبتمبر 2020. بيقولوا إن تقريبا 97% من الناس اللي عندهم أسرار، والشخص الواحد اللي بيبقى شايل إن 97% من الناس عندها أسرار. حلو. وإن الشخص الواحد بيبقى شايل حوالي 13 سر في حياته، ووجود السر نفسه بيبقى عبء نفسي لأنه بيخليك تفكر فيه كتير، وده ممكن يزود إحساسك بالضغط والوحدة. إن كل الافريج بيرسون الشخص 13 سر ماشي بيه فعلا. انا ما عنديش 13 سر، مش هضحك عليك، دول كتير قوي. عندي 76. لا والله كتير قوي يعني. بس فدي كده ايه. عندكيش 13؟ عندك اكتر؟ لا اقل، ما عنديش كل ده، ما عنديش اسرار. انا كتاب مفتوح. كام سر يا 12؟ 11 75 قرش. خليني كده اروح لنقطه مروان، الصندوق الاسود الافتراضي بقى. ان الناس دلوقتي كتير لجأت لايه؟ للشات جي بي تي، ان هم يبتدوا يتكلموا معاه وياخدوا اقتراحات الاي اي في المواضيع دي. هل ده بيعتبر بقى ان هو صندوق اسود افتراضي، ان انت تقعد وترغي وتقول كل اللي نفسك فيه وتلخص معاه وتحس براحه نفسيه هايله؟ وده الناس كتيره حوالين العالم ابتدت تقول، وانه ناس كتيره ابتدت تقول انها ابتدت تلجأ للاي اي او الشات جي بي تي بدل ان هو يروح يفضفض لدكتوره النفسي او لحد من اصحابه وهكذا. مؤسس شات جي بي تي نفسه، لو تفتكر كنا قلنا الخبر ده برضو من قريب، سام ألتمان ده هو المؤسس بتاع شات جي بي تي، حذر الناس من انهم يشاركوا اسرارهم او تفاصيل حياتهم الشخصيه مع الذكاء الاصطناعي، وقال ان المحادثات مع شات جي بي تي مش محميه قانونيا زي الكلام مع الدكتور او مع محامي مثلا يعني. فبالتالي ممكن تكتشف لو حصلت مشكله او طلب قانوني، حتى لو الشركه بتحاول تحافظ على خصوصيه المستخدمين. اضاف كمان ان في ناس بقت تتعامل مع الشات جي بي تي كانه صديق او معالج نفسي وبتفضفض له بكل حاجه، وده خطر كبير لان مفيش ضمان ان المعلومات دي هتفضل سريه. نصيحته كانت واضحه جدا، وقال ما تحطش اي حاجه خاصه او ممكن تضرك لو اتسربت. بس هي حلوه طبعا، بس انا شايفه تلجأ للشات جي بي تي، والنبي اكتب لي ايميل لخص لي مش لدرجه ان انا بستعمله بتعامل معاه معامله الطبيب النفسي. بس فدي كانت نقطه كده قلنا نقولها. عمرها حصلت لكم دي او حصلت لك يا مروان ان انت حد بتثق فيه ثقه عمياء او بتقول اسرارك يعني، واكتشفت ان الشخص ده بيطلع كلامك او اسرارك لناس؟ الحمد لله لا. اوكي. لا الحمد لله. الدكاتره النفسيه اصلا بينصحوا بده، بينصحوا ان انت تكتبي انه لما تبقى الدنيا في دماغك مخنقه مقفله، لما تبقى حاسس بضغط نفسي او توتر او تقعد تكتب. ويقول لك مثلا ايه، اكتب جواب للشخص اللي انت مثلا متضايق مني جدا وشايل مني جدا ومش عارف تتكلم معايا، مش عارف ايه، تقعد يعني مره دي سمعتها، اكتب جواب للشخص ده تقول له كل اللي انت عايزه. فكره ان انت بتكتبها وانها بتطلع من جواك على ورق بتشيل من عليك كتير قوي. معرفش ازاي، بس هي فعلا بتنفع يعني، لانه دي حاجه حتى الطب النفسي بيأكد عليها. لازم الواحد يفضفض، اللي احنا بنسميها الفضفضه. لازم تفضفض مع حد، لازم تطلع اللي جواك مع حد. ما ينفعش تبقى كل حاجه مكتومه، لانها هتيجي في مرحله زي ما بيقولوا كده الكوبايه هتتملي فهتدلدق. فاللي هو الانفجار اللي بيحصل لبعض الناس اما بيبقوا مضغوطين على الاخر بمشاكل او بيجي بقى باشكال وانواع مختلفه جدا من المشاكل النفسيه يعني. بالظبط. تسالونا احنا. تفتكروش يعني الاثنين اللي على الهوا دول؟ لا احنا بنيجي يعني مسنودين بالعافيه. طيب مروان، تاخد صندوقك الاسود بقى وتفرجنا مشيتك عرض كيفك ارجوك. حاضر. طيب اعتقد ان احنا وقتنا انتهى. وقتك كملي. لا انا موافق، وقتي انتهى. وقتنا خلص فعلا. باي باي. كنتم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي.